ما باعرف الفيديو ده حيكون مدته كام، لكن باعرف حاجة واحدة بس، إنك بعد ما تخلّص الفيديو ده هتتحول من زول ربما ما يعرف أي حاجة عن ChatGPT لزول بيعرف بيستخدم ChatGPT بطريقة احترافية، وحيخلّي ChatGPT يشتغل عنده كأنه موظف. يعني بعد ما تشاهد الفيديو ده هتقدر تبني لنفسك مساعد شخصي حيساعدك في كل أعمالك أيًا كان نوعه. هتتعلم كيف تكتب برومبتات احترافية، وكيف تخلّي ChatGPT يفهمك بأقل العبارات، وكيف تقدر تستخدم ChatGPT في الدراسة وصناعة المحتوى وفي البرمجة وتحليل البيانات، أو حتى تقدر تعمل مساعد شخصي يناسب شغلك وحيساعدك في كل أعمالك. لكن قبل ما نبدأ يا جماعة، الفيديو ده معمول في شكل كورس، والحاجات اللي هتتقال في الفيديو ده من كورس أنا أخدته شخصيًا، فقُلت أجي أقول الحاجة دي للناس عشان الناس تستفيد. خلينا أول حاجة نعرف الفرق شنو بين شات جي بي تي وجوجل. ولو لحتى الآن بتستخدم شات جي بي تي عن طريق إنك أنت تسأله سؤال وتستنى الإجابة، فأحب أقول لك للأسف أنت قاعد تستخدم شات جي بي تي غلط. خليني أسألك سؤال، لما تفتح شات جي بي تي أول حاجة بتعمل شنو؟ في الغالب هتكتب له سؤال وتستنى الإجابة صح، وبعد كده هتقفل الموبايل وتمشي. فأحب أقول لك إنك أنت بتستخدم شات جي بي تي كأنه جوجل، والطريقة دي طريقة خاطئة للأسف، لأن شات جي بي تي ما معمول عشان يجاوب لك سؤال وبس. خليني أوريك الفرق بينه وبين جوجل. لو مشيت كتبت في جوجل كيف ابدا قناه يوتيوب مثلا، في جوجل هيجيب لك مئات المواقع والفيديوهات، وبعد كده انت تختار الفيديو المناسب وتمشي تشاهده. لو الفيديو ما نفع معك هتختار فيديو تاني، او لو الموقع ما نفع معك هتختار موقع تاني، صح؟ لكن لو سالت شات جي بي تي نفس السؤال ما هيديك روابط، انما هيبدا معك خطوه بخطوه لحد ما تبني قناه يوتيوب. هيقترح لك الفكره ويختار لك الاسم ويعمل لك خطه بتاعت المحتوى لاول شهر، وهيكتب لك سكريبت وهيعمل لك عناوين جذابه. وده الفرق الحقيقي بين شات جي بي تي وجوجل. جوجل بيديك معلومات عامة، أما تشات جي بي تي بيساعدك مساعدة حقيقية وبينجز لك المهمة نفسها. وعشان تستفيد من القوة الحقيقية لتشات جي بي تي، أول حاجة لازم تتعلم كيفية كتابة البرومتات، وده بالضبط الحاجة اللي هنتكلم عنه في الفصل الجاي. في ناس كتار فاكرين انه تشات جي بي تي ذكي من تلقى نفسه، لكن الحقيقه ذكاء تشات جي بي تي بيعتمد على طريقه سؤالك انت، والسؤال اللي انت بتكتبه لتشات جي بي تي عشان يديك رد. السؤال ده بيسموه برومبت، وكيفيه كتابه البرومبتات ده بحد ذاته مجال بيسمى البرومبت انجينيرنج. لكن هنا ما جايين نتكلم عن مصطلحات معقده، هنا جايين نبسط الحاجه دي بطريقه بسيطه وهتفهم كيفيه كتابه البرومبتات بكل سهوله. لو مشينا كتبنا لتشات جي بي تي اكتب لي سكريبت فيديو يوتيوب، في الغالب هيكتب لك سكريبت عادي ممكن يكتبه لاي زول تاني. لكن خلينا نغير السؤال، لو مشيت كتبت لتشات جي بي تي اعتبر نفسك كاتب محتوى محترف عندك 10 سنوات خبرة، اكتب لي سكريبت مدته 10 دقائق عن شات جي بي تي باللهجة السودانية مثلا، ويكون فيه هوك قوي وامثله عمليه. وهنا بالضبط الاجابه حتكون فرق طبعا، وده لسبب يا جماعه، لانك انت ما طلبت منه مهمه وبس، انت هنا طلبت منه ووضحت له هو بيكون مين وحيعمل شنو ومن الجمهور وداير النتيجه تكون كيف، وده اسمه البرومبت. اي حاجه داير تكتب لشات جي بي تي واي سؤال داير تساله للشات جي بي تي لازم يتكون السؤال ده من ثلاثه حاجات وبالترتيب. الحاجه الاولى لازم تودي له الدور، يعني تودي للشات جي بي تي هو منو، زي ما هنا كتبنا في البرومبت انه هو كاتب محتوى عنده 10 سنوات خبره. والحاجه الثانيه توضح السياق، والسياق ده حتملى فيه المعلومات الكافيه اللي انت دايرها في الاجابه. بعد كده تديه المهمه، يعني زي ما هنا كتبنا انه يكتب لنا سكريبت عن شات جي بي تي. فلو عملت الثلاثه حاجات دي صح وبالترتيب فمبروك، انت بنسبه كبيره اتعلمت البرومبت انجينيرنج. خليني اوريك غلطه تقريبا نسبه 90% من الناس اللي بادين جديد على تشات جي بي تي بيغلطوا نفس الغلطه دي. والغلطه يا جماعه انك تكتب برومبت وتشيل الاجابه وبعد كده تمشي خلاص تقفل شات جي بي تي، وده غلط يا جماعه. الناس المحترفين في عالم الذكاء الاصطناعي وبالذات شات جي بي تي ما بيبدوا من الصفر دائما، يعني هم بيبنوا محادثه كامله بيعتمد على حاجه معينه. بس نبسط الموضوع شويه كده يا جماعه، نفترض انك انت قلت لشات جي بي تي اكتب لي سكريبت فيديو يوتيوب، بعد ما اداك السكريبت وشلت السكريبت ما تمشي تفتح محادثة جديدة وتقول له اختصر لي مثلا المقدمة، خليك في نفس المحادثة واكتب له أي حاجة أنت داير تعدل عليها، مثلا يختصر المقدمة، أو مثلا خلي الأسلوب يكون فيه حماس أكتر، أو مثلا تقول له ضيف لي أمثلة واقعية، ولا تقول له اعمل لي نسخة تتابع التيك توك. شايف كده النتيجة حتكون أفضل، وأنت كده بنيت محادثة قوية جدا وحتوصل لإجابات قوية جدا، لأنك كده أنت ما استخدمت شات جي بي تي مرة واحدة، أنت كده خليته يشتغل معك خطوة خطوة لحد نهاية المشروع. فهنا بنجي لواحدة من
من أهم الميزات اللي ممكن تخليك تبني مساعد شخصي خاص بك في أي مجال، والحركة دي بتخلي الناس توفر ساعات من الشغل. وخليني أتعرف عليه في الفصل الجاي. خليني أوريك حاجة ناس كتار ما عارفينها. ركز معي في الخطوة دي. معظم الناس بيغلطوا غلطة كبيرة يا جماعة. كل مرة بيفتح شات جي بي تي بيكتب له مثلا أنا طالب، أنا مثلا مبرمج، أنا مثلا مهندس، أنا مثلا يعني خبير تسويق. فأنت كل مرة تجي تفتح المحادثة بتقول للشات جي بي تي نفسه كلامك القديم. وده غلط يا جماعه. في طريقه اذكى من كده. بدل ما تخلي شات جي بي تي يتعرف عليك بكل محادثه، ممكن تديه تعليمات يحفظها في الذاكره. وتاني مره لما تيجي داير تعمل محادثه ما حتحتاج مثلا انك تقول له انا طالب، ولا انا مثلا مجال في مجال التسويق، ولا انا مثلا صانع محتوى، ولا انا مثلا مبرمج. تقدر تقول له في برومت واحد مثلا انا طالب ادرس المجال الفلاني، المستوى الفلاني. ومثلا تقول له برضه انا داير اكون خبير في المجال الفلاني. وفي نهايه البرومت بتاعك تحت اكتب له احفظ التعليمات دي في الذاكره. فكده ببساطه حيحفظ البيانات دي وباذنك وهيستخدمها في المحادثات القادمه. خلينا يا جماعه نعمل الحاجه دي بطريقه عمليه، ولكن اول حاجه خلينا نشرح واجهه البرنامج. واجهه شات جي بي تي يا جماعه سواء كان في الموبايل ولا في الديسكتوب نفس الحاجه، ما في اي فرق بيناتهم. انا هنا في الفيديو ده هنشرح شات جي بي تي من اللابتوب، لكن ما في اي فرق بينه وبين التليفون. الواجهه يا جماعه زي ما شايفين مقسمه لقسمين. عندك هنا القسم الاول فيه اللوجو بتاع شات جي بي تي فوق، وعندك دردشه جديده تقدر تعمل دردشة جديدة. ولو تقدر تعمل بحث من داخل الدردشات كذلك. عندك المكتبة والمشروعات والمكونات الإضافية، وعندك كودكس، ودي كلها هنتكلم عنه في الأيام الجاية إن شاء الله. وعندك تحت هنا حسابك، وتقدر تتحكم يعني تقدر تعمل تخصيص لشات جي بي تي عادي. ممكن تغير في حاجات كثيرة برضو ما هنتكلم عنه الليلة، هنتكلم عنه في الأيام الجاية. وعندك كذلك برضو عندك الإعدادات، وفي الإعدادات ممكن تغير حاجات كثيرة زي التباين ولون التمييز والمظهر. ممكن تخليه داكن وممكن تخليه فاتح عادي. ده القسم الأول يا جماعة اتكلمنا عنه. القسم الثاني هنا عندنا مربع كبير، وهناك فوق مكتوب شات جي بي تي. وهنا النسخه بتاعت شات جي بي تي لو داير تعمل شات جي بي تي بلس ولا شات جي بي تي النسخه العاديه. وفي النص هنا عندنا اهم حاجه في البرنامج. ده الكلام اللي يعني هنا بنكتب لشات جي بي تي من خلاله اي حاجه يعني احنا دايرينها. وبرضه الرد بتاع شات جي بي تي حيكون تلقائيا من خلال النافذه دي. ابدا نكتب اي حاجه مثلا نقول مرحبا، زي ما شايف شات جي بي تي رد لنا قال لنا مرحبا كيف يمكنني مساعدتك اليوم. خلينا نبدا باول حاجه انت لازم تعملها. لازم تخلي شات جي بي تي يفهمك. اول حاجه يعني احنا لازم نعملها لازم نخلي شات جي بي تي يفهمنا نحن اول حاجه. فانا كنت كتبت له اعتبر نفسك مساعدي الشخصي، وانا صانع محتوى تقني وجمهوري مبتدئين واحب الشرح بالامثله واريد ردود واضحه من شات جي بي تي. فهنا هنعمل انتر ونشوف الاجابه حتكون كيف. قال لك كده مبروك تم تحديث الذاكره. قال لك ساتعامل مع هذه التفضيلات في المحادثات القادمه. وده بالضبط الحاجه اللي انت المفروض تعملها حاليا في شات جي بي تي. اول حاجه لازم تعرف شات جي بي تي انت منو ومجالك شنو، وداير الردود من شات جي بي تي تكون بيئته شكليه. والحاجه دي طبعا يا جماعه بتوفر لك زمن كبير جدا، وفي النهايه برضه انت بتستفيد من شات جي بي تي على اساس انه هو فهمك انت بالضبط منو وبتفهم شنو وانت تخصصك في هذا المجال. فشات جي بي تي كل ما فهم طبيعه شغلك اكتر كل ما قدر يديك ردود سمحة وحاجة اللي انت دايره بالضبط. وفي الفصل الجاي هوريك ميزة تختصر عليك ساعات من الشغل، فاستنى الفصل الجاي. في الفصل الرابع خليني أسألك سؤال. كم مرة استلمت ملف بي دي اف فيه 100 صفحة وقلت ما عندي زمن عشان أقراه؟ وهنا بالضبط بيجي دور شات جي بي تي. بدل ما تقرا الملف صفحة صفحة كلمة كلمة ارفع الملف مباشر داخل المحادثة. بعد كده انت ممكن ترجع تقول له لخص لي الكتاب ده، ممكن تقول له لخص لي أصعب الحاجات فيه، ولا تقول له اعمل لي أسئلة بتاعت مراجعة، فهيقدر يعمل لك بالضبط الحاجة اللي انت دايرها. والحاجة الأجمل من كده ما الشرط الملف يكون نصوص بس. لو عندك ملف اكسل ممكن ترفع له ويحلل لك البيانات. لو عندك أي صورة، لو عندك رسم بياني او واجهة برنامج انت ما فهمته، ارفع له الصورة وحيفسرها لك بأبسط طريقة. خلينا نعمل الحاجة دي بطريقة عملية في تشات جي بي تي. مثلا يا جماعة انا رفعت له بي دي اف فيه تعلم بايثون للمبتدئين، وقلت له يلخص لي البي دي اف ده في 10 نقاط مهمة. نعمل انتر ونشوف الحاصل. طبعا يا جماعه هننتظر لانه البي دي اف كبير، وزي ما انت شايف طوالي هو بدا بيكتب. قال لك اليك ملخص الكتاب في 10 نقاط مهمه. اول حاجه النقطه الاولى عرف لنا لغه بايثون، والحاجه الثانيه كيفيه تثبيت البايثون، وبعد كده كتابه اول برنامج، وبعد كده النقطه الرابعه دي الكومنتس او التعليقات، وبعد كده الادخال والاخراج والمتغيرات وانواع البيانات والتعامل مع النصوص والعمليات الحسابيه والقوائم، في النهاية أسلوب الكتاب. كده نحن بكل بساطة شلنا ملخص بتاع كتاب كامل. يعني البي دي اف ده بيحتوي على ما يقارب 200 صفحة، فقام لخصوا لنا في 10 نقاط بس.
بعد كده يا جماعة هنجي للفصل الأهم. لو ما حفظت أي حاجة من الفيديو ده احفظ الخمسة برومتات ديل. الحاجة الأولى، بدل ما تسأل شات جي بي تي سؤال مباشر، اكتب له في نهاية البرومت قبل ما تجاوبني اسألني أسئلة أنت محتاج تعرفها عني وأنا هجاوبك. لو كتبت الكلام ده في نهاية البرومت، فشات جي بي تي لو عنده أي ملاحظة ولا عنده أي سؤال هيسألك قبل ما يديك الرد، وطبعا الفرق في النتيجة هيكون كبير جدا. والحاجة الثانية، أي سؤال داير تسأله لشات جي بي تي اكتب قبل السؤال اتصرف كأنك خبير عندك 10 سنوات خبرة في المجال ده. بعد كده تعال اكتب له السياق زي ما قلنا، في النهاية اكتب له المهمة. وهنا برضو شات جي بي تي هيديك رد أكثر تنظيمي ويناسب المهمة المطلوبة. الحاجة الثالثة، إنك تقول لشات جي بي تي غيم إجابتك من 10. لو كان التقييم أقل من 10 حسن الإجابة قبل ما تديني الرد. والحاجة دي بتخلي شات جي بي تي يراجع إجابته قبل ما يديك الرد، ولو اداك الرد حيكون رد قوي وبالضبط الحاجة اللي انت دايرها. والحاجة الرابعة، انك تقول لشات جي بي تي اديني 3 حلول مختلفة مع المميزات والعيوب في كل حل، وفي النهاية انت رشح لي الافضل واديني السبب. والبرومت ده اكتب له بالضبط في حالة انت محتار بين اكثر من خيار. الحاجة الخامسة، انك تقول لشات جي بي تي انتقد الفكرة دي كأنك انت خبير وما تجاملني. حرفيا اكتب له كلمة وما تجاملني. وهنا لو في نقطة ضوء، شات جي بي تي هيقول لك النقطة دي بكل صراحة. بصراحة يا جماعة البرومتات دي بسيطة، لكن أول ما تستخدمها هتحس بإنه شات جي بي تي قاعد يعاملك بطريقة مختلفة تماما. مسك الختام قبل ما نختم، في حاجة مهمة لو فهمتها، طريقة استخدامك للشات جي بي تي هتتغير بالكامل. في ناس كتار يا جماعة مفتكرين انه احتراف الشات جي بي تي يعني انك تحفظ برومتات كثيرة، وده غلط يا جماعة. المحترف ده يا جماعة ما زول بحفظ برومتات كثيرة. المحترف ده زول بيفكر كيف بيكتب البرومت. فالمحترف ده قبل ما يسأل شات جي بي تي بسأل نفسه أسئلة، مثلا شنو بالضبط النتيجة اللي انا داير اوصل لها، وتاني زي مثلا شنو المعلومات اللي انا محتاج اديها لشات جي بي تي عشان يفهمني. وانا مثلا داير من شات جي بي تي يديني نتيجة بهذا الشكل، مثلا داير نصوص، داير نص، داير جدول، مثلا داير رسم بياني، مثلا داير تقرير. لو جاوبت الاسئله دي وانت بتكتب البرومت صدقني جوده الاجابه حتتغير تماما. ولازم تتذكروا حاجه واحده يا جماعه، شات جي بي تي ما موجود عشان يفكر بدلك انت. شات جي بي تي موجود عشان يساعدك في التفكير وعشان يساعدك تنجز شغلك بجوده عاليه وفي وقت اقل. لان يا جماعه في ناس بيدمروا على شات جي بي تي في كل حاجه، لكن الاستخدام الصح انك تخليه يساعدك، بينما القرار الاخير يفضل يكون منك وبلمسه ابداعيه. فاعتقد يا جماعه خلصنا الجزء الثاني من شرحنا للشات جي بي تي. فانت لو ما حضرت الجزء الاول فممكن تحضره من الايه اللي فوق هنا لو انت في اليوتيوب، ولو انت من الفيسبوك ممكن ترجع له عادي في الصفحه. فلو ما حضرت الجزء الاول اتكلمنا طبعا عن شات جي بي تي بشكل عام، اتاسس كيف وبيشتغل كيف وشويه معلومات عن شات جي بي تي. وكده يا جماعه نحن خلصنا خلاص. لو في اي زول قريبك دايره مثلا يستفيد من الفيديو ده رسل له الفيديو ده، واشترك معنا لو انت من اليوتيوب، ولو انت من الفيسبوك عادي ممكن تعمل متابعه. وعلى فكره يا جماعه هنعمل فيديو ثالث عن شات جي بي تي وهنتكلم عن الحاجات اللي ادفانسد شويه، وهنتعمق في شات جي بي تي اكتر من كده ونشرح البرنامج بطريقه هتكون جميله كده ان شاء الله.